عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رأس السنه. يا رب تكون سنه سعيده علينا يا رب العالمين، ونحقق فيها يا رب احلامنا يا رب يا رب العالمين. نحقق فيها احلامنا او جزء كمان من احلامنا، يعني مش لازم احلامنا كلها عشان الاحلام ما بتخلص. يلا الحمد لله على كل حال. هنعمل النهارده صينيه مكرونه لازانيا، بجد طعمها لذيذ جدا وهتعجبك، ويا ريت نعملها النهارده كده لو في ضيوف جايين لنا. ان شاء الله تعجبك وتعجب ضيوفك باذن الله. يلا نطلع كده خرطة ونشوف الطعم ايه او الشكل ايه. هو الطعم بجد كان لذيذ جدا. مكرونة من الحاجات بجد اللازانيا من الحاجات اللي انا بحبها، وخفيفة مش تقيلة على فكرة، خفيفة جدا وان شاء الله تعجبك. طلعت خرطة بالشكل ده. تقدري تقطعيها اصغر من كده مفيش مشكلة، بس انا اهم حاجة حبيت اللي انا اوريكم المكرونة بتتقطع معايا بكل سهولة، ان هي مستوية وجميلة جدا. شايفين الطبقات؟ بجد تحفة. هقطع لكم كمان قطعة. شايفين بجد قد ايه هي مستوية. ان انا ما سلقتهاش، هقول لكم ازاي اللي انتوا تسووها بطريقة صحيحة. وما تطلعش معاكم نية وما تطلعش معاكم كمان معجنة. شايفين طبقات بجد جميلة وتحفة، والمكرونة مش يعني بتتكلم عن نفسها. يا ريت لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل، ولو اللازانيا بتاعتي عجبتك حطي لي لايك. اول حاجة هعملها اللحمة المعصجة، بس انا مصورتهاش. بس اول حاجة تبتدي بيها هي اللحمة المعصجة، وبعد كده تاني حاجة هنبتدي بيها هي صوص البشاميل. وصوص البشاميل هنا لازم يكون خفيف، ان عشان خاطر يسوي معانا المكرونة وما يكونش تقيل. اهم حاجة يكون الصوص خفيف. هننزل هنا بمعلقتين سمنة كبار وشوية زيت، وهننزل حوالي 6 معالق من الدقيق، 6 معالق كبار من الدقيق، وهنشوحهم كده لمدة دقيقة. وبعد كده هننزل بكيلو لبن. ولازم ان اللبن بتاعنا يكون بارد، ما يكونش سخن. ما يكونش سخن علشان خاطر ما يكتلش معانا الدقيق، يكون بارد علشان خاطر يدوب كده معانا بكل سهولة. وهننزل عليهم ب3 كوبايات من الشوربة. لو ما عندكيش شوربة يبقى 3 كوبايات من المية العادية. هنحط بقى هنا 1 مكعب ماجي ورشة فلفل اسود ورشة ملح، وما تكتريش في الملح عشان احنا هنا حاطين 1 ماجي، عشان خاطر ايه ما يكونش حادق كده معاكي. وهتفضلي تقلبي بقى تقلبي لحد ما القوام معاكي يكون خفيف، ما يكونش تقيل. ولو حسيت ان البشاميل بتاعك تقيل زوديه بشوية شوربة او شوية لبن، مفيش اي مشكلة، او شوية مية يعني مفيش مشكلة. هنا اللازانيا اهيت. دي علبة اللازانيا، هي مكرونة الملكة. حبيت اوريكم شكلها يعني عشان لو محدش جابها يعني قبل كده. اهي شكلها هي. ولو سلقتوها هتعجن معاكم، ما تسلقهاش يعني، نصيحة مني ما تسلقهاش. هي طريقتها الصح ان احنا بنعمل الصوص البشاميل اللي بيكون خفيف، وهي بتستوي مع الصوص البشاميل مفيش اي مشكلة. ما تقوليش لا هتطلع نية، انا وريتها لكم في اول البداية ان المكرونة بتتقطع معانا بكل سهولة. هنرص بقى المكرونة بتاعتنا بالشكل ده. طيب الحتة الفاضية اللي هي في الجنب ده بنجيب كده بنكسر المكرونة نصين، وبنحط النص منهم بالشكل ده كده. طيب وهنحط بعد ما رصينا المكرونة هنجيب كبشتين برضو من الصوص البشاميل، وهنرشهم فوق بالشكل ده، بالشكل يعني فوق المكرونة. وهنجيب بقى اللحمة المعصجة معانا وهنرصها كده طبقات بقى. كل طبقة هنحط ايه؟ مكرونة. نحط قصدي لحمة معصجة. هي بتحتاج لحمة معصجة كتير شوية، يعني بتعملي حوالي نص كيلو، بتعصجي حوالي نص كيلو، ان هي بتاخد صوص كتير، صوص بشاميل كتير ولحمة معصجة اكتر يعني من صينية المكرونة البشاميل العادية. بس صراحة بتديكي طعم جميل وحاجة مختلفة تقدمها لضيوفك، يعني حاجة مختلفة عن المكرونة البشاميل. الجوانب اللي هي بتكون فاضية بتكسري كده المكرونة وتحطي فيها. طيب هيطلع شكلها وحش في الاخر او الكلام ده؟ لا، ما بيحصلش اي حاجة، والخلطة بتكون بخلطتها
مفيش اي مشكلة، زي ما وريتكم في البداية مفيش اي مشكلة يعني بيحصل فيها. هنحط بقى كل مرة نحط المكرونة نحط فوقيها كبشتين من البشاميل، صوص البشاميل اللي يكون خفيف، ونحط عليهم طبقة من اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة دي انا عصقتها ازاي، حتة سمنة كده، ونزلت عليهم بأربع بصلات كبار مبشورين او مضروبين في الكبة، وبتبلهم شوية. وبعد كده بنزل باللحمة بتاعتي بقلبها في قلب البصل اللي هو اللي بكون متبلاه، يكون دبلان يعني كده. وبعد كده بحط البهارات بتاعتي، فلفل اسود، شوية ملح، جوز الطيب، حبهان مطحون، بتظبطي كده شوية بهارات. وبعد كده ايه بتضربي، بتسيبيهم 10 دقايق على النار، وبتضربي كام طماطمية حوالي 4، وتضربيهم ضرب ناعم جدا جدا في الخلاط، وبتنزلي عليهم على اللحمة المعصجة، وتسيبيهم كمان 10 دقايق ويكونوا اتعصجوا معاكي وزي الفل، ويبقى طعمها لذيذ جدا. طيب ينفع اقلل في اللحمة براحتك، بس هي يعني عامة هي تحتاج لحمة اكتر، يعني اكتر من البشاميل، صينية البشاميل اللي هي العادي، المكرونة العادية او بالشكل ده. انا عملت نص كيلو او حوالي 400 جرام، وفاض معايا حتة بسيطة، حتة لحمة بسيطة بالشكل ده. هننزل بقى ايه بالمكرونة، اخر طبقة خلاص المكرونة دي اخر حاجة يعني. وهننزل عليهم بعد المكرونة الصوص البشاميل. انا هنا هغير بقى هغير الرصة بتاعت المكرونة، رصتها رصة تانية، ودي كانت احسن، خدت يعني ايه كمية احسن مكرونة يعني. شايفين المكرونة دي اتكسرت معايا قطع صغيرة كده، حطيتها مفيش اي مشكلة على فكرة، مبيجراش اي حاجة. تحطيها وتحطي عليها مكرونة من اللي هي الكبيرة دي، مفيش اي مشكلة، القطعة السليمة يعني. وبعد كده هننزل عليهم بصوص بقى البشاميل، تكتري بقى في اخر طبقة تكتري صوص البشاميل بتاعك. بس يا ريت ان انتي تزودي اصلا من البداية صوص البشاميل، لان هي بتحتاج صوص كتير يعني. عايزة تحطي لبن بس ما تحطيش شوربة ولا مية، تحطي كيلو ونص من اللبن. كتير هي صراحة بتحتاج كتير يعني. بعد كده برجها كده بهزها يعني شوية عشان خاطر تشرب كل البشاميل. وهحط بقى جبنة موزاريلا اللي هي الحمد دي بجد يا جماعة تحفة. هحط بقى كمية كده محترمة من فوق الوش عشان تطلع كده شكلها معايا احمر وجميل، وبتمط كده وشكلها حلو كده ولذيذة. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 160 او 170 لمدة ربع ساعة او تلت ساعة. هتطلع معايا بالشكل الجميل ده. بألف هنا وشفا. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. مع السلامة يا احلى ناس.